قبل ما ندخل في الجد لازم نسأل سؤال غير تفكير ناس كتير. هل فعلا كان في حضارات قبل سيدنا آدم؟ ناس بتقول اه وناس بتقول لا، بس مين معاهم الحق؟ في الفيديو ده هنجاوب إجابة نهائية بالأدلة وباحترام للدين والعلم. الإسلام بيأكد إن سيدنا آدم هو أول إنسان مكرم ومخلف. قال الله تعالى: قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. يعني مفيش إنسان عاقل مكلف قبله، بس ده مش معناه إن مفيش مخلوقات تانية كانت قبله. القرآن بيقول: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. يعني الجن اتخلقوا قبل الإنسان وكان ليهم وجود على الأرض. وبيقول المفسرين زي الطبري وابن كثير إن الجن كانوا على الأرض قبل آدم بآلاف السنين، لكنهم أفسدوا فيها وسفكوا الدم، فربنا أرسل لهم الملائكة لحربهم وطردهم. وده يفسر ليه الملائكة قالت: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. العلم اكتشف كائنات شبيهة بالإنسان عاشوا من ملايين السنين، زي النياندرتال، الهومو إريكتوس، الهومو هابيلس. مفيش دليل على إنهم عملوا حضارة، كانوا عايشين في كهوف وبيستخدموا حجر وخشب. يعني دول بشر ممكن، بس زينا لا، مش مكلفين زي سيدنا آدم. تعالوا نشوف كل واحد فيهم ببساطة. النياندرتال عاش من 400 ألف ل 40 ألف سنة، وهو ضخم وعنده جبهة بارزة وملامحه خشنة. استخدم النار والأدوات وعاش في كهوف، لكن ما عندوش حضارة ولا دين ولا قانون. هومو إريكتوس من 1.8 مليون سنة، أول كائن بيمشي منتصب، واستخدم النار وسافر من أفريقيا، بس مفيش عقل مكلف. الهومو هابيلس من 2.4 مليون ل 1.4 مليون سنة، شكله بين القرد والإنسان، واستخدم أدوات بدائية، كأنه بيتمرن لكن لسه بعيد عن الإنسانية الحقيقية. الإسلام ما ذكرهمش بالاسم، بس القرآن قال: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وده دليل على إن كان في مخلوقات قبل سيدنا آدم كانت بتفسد في الأرض، سواء جن أو كائنات بيولوجية. سيدنا آدم هو أول إنسان مكلف، أما اللي قبل كده مش مكلفين. الحضارة مش أي مخلوق يعيش في الطبيعة خلاص، هي كتابة ودين وزراعة وقانون ومدن. النياندرتال واللي هما ما عندهمش ده. أول حضارة حقيقية جت بعد سيدنا آدم بآلاف السنين. أقدم حضارات موثقة هي الحضارة السومرية من 4000 ل 5000 سنة قبل الميلاد، وكان فيها أول كتابة مسمارية ومعابد وقوانين. الحضارة المصرية بدأت حوالي 3100 قبل الميلاد، كان فيها تطور في الطب وأهرامات وكهنة. السومرية أقدم، بس المصرية عامة. هل في حضارات من 100 ألف سنة؟ هل الأهرامات أقدم من سيدنا آدم؟ مفيش أي دليل علمي. الحفرية مش حضارة، ولو لقيت حجر مش معناه إنه كان في مدينة كاملة. الدين بيشرح التكليف والكرامة، العلم بيشرح التاريخ الطبيعي، الاتنين مش ضد بعض. سيدنا آدم هو أول إنسان مكرم، أما الكائنات اللي قبله هي تطور بيولوجي. الخلاصة: مفيش حضارات قبل سيدنا آدم، الكائنات اللي قبله كانت بدائية. الجن كانوا موجودين قبله وأفسدوا في الأرض. أول حضارات هي السومرية والمصرية. يعني لا تمزج بين الخرافة والحقيقة. خليك واعي واسأل دايما عن المصدر. العلم والدين مش أعداء. دوس لايك واشتراك واستناني في اللي جاي.